تفتكروا مين هو أطول شارع في مصر؟ مين فينا ما سمعش أو معداش على شارع صلاح سالم؟ طب يا ترى هو مين وعمل إيه عشان يتسمى باسمه شارع مهم زي ده؟ صلاح مصطفى سالم اتولد سنة 1920 بمدينة سنكاب بالسودان. أبوه كان بيشتغل موظف هناك وبعديها رجع مصر، وكمل صلاح تعليمه لحد ما اتخرج من الكلية الحربية سنة 1940. صلاح كان من ضمن القوات اللي شاركت في حرب فلسطين تحت قيادة اللواء البطل أحمد عبد العزيز، وبعدها انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار. ووقت ما حصلت الثورة كان هو وأخوه جمال في العريش، وكان ليهم دور مهم في السيطرة على القوات هناك. على الرغم من إنه معاش كتير إلا إنه تولى أكتر من منصب مهم بعد نجاح الثورة. في البداية صلاح كان مسؤول عن الإشراف على الجيش في السودان، وكمان كان وزير للإرشاد القومي اللي هي وزارة الإعلام دلوقتي، ووزارة الدولة لشؤون السودان، وكان ماسك المنصبين دول في نفس الوقت لحد ما استقال سنة 55 بعد فشله في إدارة ملف السودان. كان صلاح أول رئيس للهيئة العامة للاستعلام، واشتغل في الصحافة، وكان من أهم الأسباب اللي خلت صلاح سالم يبعد عن المشهد السياسي هو رأيه واختلافه مع جمال عبد الناصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر. اتوفى صلاح سالم سنة 62 بمرض السرطان، والصدفة كان ليها دور مهم في تسمية الشارع باسمه، لما تصادف تاريخ وفاته مع افتتاح طريق جديد عرفناه كلنا دلوقتي باسم صلاح سالم. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.